بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه كوسه بالبشاميل. طعمها حلو جدا. انا اعرف ان في ناس كتير ما بتحبش الكوسه، وخاصه الاطفال. يعني لو في اطفال في البيت على طول معترضين ان في كوسه، فجربوها بالبشاميل ليهم وان شاء الله تعجبهم. بجد طعمها حلو جدا وفي حته تانية خالص مع اللحمه المفرومه والبشاميل كده، بجد حلوه جدا. يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا واقول لكم جهزتها ازاي. معايا هنا ده كيلو من الكوسة، جبتها غسلتها حلو وقشرتها كده زي ما انتوا شايفين، وقطعتها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، مش تخين قوي ولا رفيع قوي. شايفين الحجم ده كده مظبوط. هنبدأ بقى نجيب الحلة بتاعتنا او الطاسة بتاعتنا، هنزل فيها بمعلقة من السمنة ومعلقة من الزيت. طبعا تقدروا تستخدموا حاجة واحدة بس، الزيت او سمنة او زبدة اللي موجود متوفر معاكم. بعد ما تسخن كده الزيت والسمنه مع بعض، هحط عليهم الكوسه واسويها تقريبا 3/4 سوا. ومش عايزين نفضل نقلب فيها كتير، يعني انا يا دوبك حطيتها كده، هو تقلبها كده تقليبه واسيبها دقيقتين 3. انا يا دوبك هخليها تاخد لون بس كده من تحت، وتبدا تدخل في السوا، وهطلعها من على النار على طول عشان ما تتهريش مني. احنا عارفين ان الكوسه اصلا ما بتاخدش وقت في السوا. شايفين الشكل ده؟ هنا بقى هكون مجهزه معايا التوابل بتاعتي اللي هحطها عليها. معايا رشه صغيره من الملح، ورشه صغيره من الفلفل الاسود والبابريكا، ورشه صغيره خالص من بهارات اللحمه. بتديها طعم حلو برضو جدا بهارات اللحمه او البهارات المشكله. بتديها من طعم اللحمه كده لما نيجي نحطها، فبتدي لها طعم وريحه حلوه. كده خلاص جاهزه معايا. شايفين كده خلاص بقت 3/4 سوا. وقبل ما اطفي عليها هكون مجهزه معايا فصين من الثوم مهروسين، هحطهم عليها يا دوبك كده، هديها تقليبه وريحه التوم تطلع هطفي عليها على طول. واسيبها بقى تبرد معايا لحد ما اجهز باقي الوصفه بتاعتي. شايفين ده كده خلاص كده شكلها كان جاهز. طبعا كميه الكوس انتوا برضك تقدروا تتحكموا فيها، يعني كيلو، نص كيلو، عايزينها 2 كيلو، برضو براحتكم. نبدا بقى نجهز اللحمه المفرومه بتاعتنا. معايا هنا معلقه كبيره من الزيت ومعلقه برضك من السمنه، مقطعه بصلايه قطع صغيره، هشوحها كده اهوت لحد بس ما تدبل معايا البصلايه شويه. وهكون مجهزه معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه. وبرده كميه اللحمه انتوا برضو تقدروا تتحكموا فيها، يعني على حسب كميه الكوس اللي هتعملوها، تقدروا تعملوها بربع كيلو لحمه، نص كيلو، براحتكم. هنا بعد ما البصل ما دبل نزلت عليهم بفصين كمان من التوم، يا دوبك برضو شوحتهم مع البصله وريحه التوم طلعت، مش عايزاها تاخد لون ولا اي حاجه. نزلت بقى بالكميه اللحمه المفرومه بتاعتي، ده كده كان نص كيلو. هسيبها كده لحد ما تاخد صدمه من تحت، وبعدين هبدا اقلبها. وكمان مجهزه معايا حبه من الطماطم المبشوره ومعلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم. في ناس ما بتحبش على الكوسه بالبشاميل اصلا تحط طماطم ولا صلصه، يعني بيحبوها كده لحمه معصجه عادي خالص. بس انا بحبها بالصلصه. حطيت بقى التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود ومعلقه كبيره من بهارات اللحمه المشكله، وهنقلبهم كده كويس جدا مع بعض. حطيت ربع كوبايه من الميه. ربع كوبايه الميه دي بتخلي اللحمه المفرومه تفرز معايا بسرعه، وبتدهني كده اهوت مفرزه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما فيهاش كتل ولا قطعه تخينه ولا اي حاجه، كلها زي بعضها. هسيبها بقى تستوي براحتها لحد ما تتشرب من كل السوائل اللي فيها، مش عايزه يبقى فيها سوائل خالص. كده خلاص اتشربت كل السوائل اللي فيها، وبقت جاهزه معايا كمان اللحمه المفرومه. هنسيبها برضو تبرد. واخر حاجه طبعا بنجهزها هو البشاميل. طبعا البشاميل لما بنيجي نحطه في الصينيه لازم يكون سخن، بيتفرد معانا بكل سهوله وبيكون كريمي. معايا هنا دول تقريبا معلقه كبيره او معلقتين كبار من السمنه. هكون مجهزه معاهم معلقتين كبار من الدقيق، وهشوحهم كده مع بعض لحد ما الدقيق ما يستوي وتبدا ريحته تطلع كده، بيكون استوى وجاهز معايا. شايفين بيبدا ياخد اللون الاصفر ده كده، وريحه الدقيق بتطلع، بيكون جاهز خلاص. بكون بقى مجهزه معايا هنا 5 كوبايات من اللبن او الحليب. هنقلبهم بقى كده كويس جدا مع الدقيق والسمنه.
بنفضل بقى نقلب فيه تقليب مستمر، ما نسيبش ايدينا منه عشان ما يتلسعش مننا من تحت، وكمان علشان الدقيق يستوي مع اللبن، ما يبقاش فيه تكتلات ولا يعمل كلاكيع ولا اي حاجه. خلاص كده بيكون جاهز معايا او داخل في مرحله السوا بتاعتي. هحط عليه رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وقبل ما اطفي عليهم بكون معايا شويه من الجبنه الموتزاريلا، بتدي لها مطه حلوه جدا وقوام حلو مع البشاميل. لو ما فيش طبعا جبنه موتزاريلا خلاص يعني هو البشاميل خلاص خطواته كده بتكون جاهزه. بس انا بقول لكم هي بتدي الجبنه الموتزاريلا بتدي طعم وقوام حلو معايا. بعرف منين ان البشاميل استوى؟ لما اعمل كده خط، والخط ما يفصلش او ما يرجعش تاني على بعضه، كده خلاص بيبقى جاهز معايا. هنبدا بقى نجهز الصينيه بتاعتنا. هحط شويه من البشاميل في الصينيه. شايفين القوام بتاع البشاميل عامل ازاي؟ كريمي وناعم ازاي. وهحط كمية الكوسة بتاعتي اللي انا كنت عاملاها، اللي شوحناها في الاول، هنحطها كده في ارضية الصينية. لو عايزين بقى تعملوها طبقات، يعني تحطوا شوية من الكوسة وبعدين اللحمة المفرومة وبعدين الكوسة تاني، براحتكم. بس انا حطيت الكوسة كلها كده في ارضية الصينية، وهحط عليها اللحمة المفرومة على طول. وزعناها كده في الصينية بتاعتنا، هقوم جايبه حاطة اللحمة المفرومة بتاعتنا، وهنوزعها برضو على الصينية. وكمان بقى نجيب البشاميل ونحط كمية البشاميل اللي انتوا عايزين تحطوها براحتكم. يعني عايزين البشاميل كتير او قليل اللي يريحكم. بس طبعا البشاميل او اي حاجة بيكون فيها بشاميل بيكون حلوة جدا، فانا بحبه زيادة. هحط كمية البشاميل كلها بتاعتي على الصينية. وكده خلاص وزعنا البشاميل هو كمان على الصينية. معايا بقى شوية كده من الجبنة الموتزاريلا، بتدي شكل حلو في الاخر للصينية بعد ما تخرج من الفرن. والهنا بقى في الوقت دوت الفرن هنا شغال معايا، بنكون مسخنينه قبلها. طبعا ما بتقعدش كتير في الفرن ولا حاجة، يعني هو تقريبا من 15 ل20 دقيقة. بنولع 10 دقايق من تحت، وبعدين نولع عليها الشواية من فوق. وكده خلاص بقت جاهزة معايا. طبعا بقى براحتكم واللي يريحكم. عايزين تسيبوها تبرد عشان تطلع القطعة كده بقطعتها سليمة، اللي يريحكم. عايزينها كده زي ما انا بحبها تكون سخنة والبشاميل سايح فيها، بتكون روعة. يعني لو عايزين القطعة تبقى متماسكة سيبوا الصينية تبرد خالص. عملت بقى كمان معاها شوية رز حبة وحبة، تقدروا تقدموهم مع رز بشعرية. كده خلاص انا وصلت معاكم لنهاية الفيديو، اتمنى ان هو يكون عجبكم. جربوها يا بنات، ولو جربتوها وعجبتكم قولوا لي رأيكم فيها في الكومنتات. وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد بإذن الله.